اهلا بكم، انا ورد السيد. لو اول مره تشوفوا قناتي انزلي تحت واعملي لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. هعمل معاكم النهارده مافن شوكولاته. المافن ده ممكن تفطري بيه الصبح مع كوبايه شاي، ممكن تبعتيه مع اولادك وهم رايحين المدرسه. الوصفه دي مكوناتها موجوده في كل بيت ومش هتاخد وقت معاكي في عمايلها، والنتيجه بتاعتها طالعه ممتازه. قطعه المافن نفسها طالعه هشه وطريه. يلا معايا شوف المقادير. جبت بوله حطيت فيها 4 بيضات وعليهم كوبايه سكر، وهضربهم بالمضرب كويس لغايه اما الخليط يبقى كريمي. لو ما عندكيش مضرب حطيهم في الخلاط او اضربيهم بالمضرب اليدوي. ده شكل الخليط بعد ما اتضرب. ضفت عليهم كوبايه لبن ونص كوبايه زيت، وهرجع اضربهم تاني. جبت نص كوبايه شوكولاته سايحه ونزلتها على الخليط وهضربها تاني. نيجي بقى المقادير الجافه: كوبايتين دقيق، ضفت عليهم معلقتين كبار كاكاو، عليهم معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه صغيره قرفه، نص معلقه قهوه، نص معلقه بيكربونات الصوديوم، وهننخلهم كويس وهضيفهم على الدقيق. هقلب المكونات مع بعض كويس، وبعد كده هرجع اضيفها تاني على الخليط واضربهم تاني. بعد كده هضيف عليهم نص كوبايه شوكولاته شيبس، عليهم نص كوبايه زبيب، واقلبهم كويس جدا. هبدأ احطهم في قوالب، والقوالب دي اندهنها زيت، ممكن انت تدهنيهم زيت او زبده. وهوزع على وشها من فوق شوكولاته شيبس، وهكون مسخنه الفرن قبليها، وهدخلهم على 180 درجه لمده 20 دقيقه. ده شكلها بعد ما طلعتها من الفرن وسبتها تبرد، علشان هبتدي ازينها بكريم شانتيه. هبدأ ازينها بالكريمه، وزينها انت بالشكل اللي انت عايزاه. وممكن تحطي على السطح بتاعها بتاع الكريمه، ممكن تحطي فرماسين، ممكن تحطي اي فاكهه، او ممكن تسيبيها ساده من غير كريمه. وده شكلها هيكون بعد ما اتزينت. وده شكلها بعد ما اتزينت. شكلها حلو قوي وطعمها خرافه. هفتح معاكم واحده عشان تشوفوها هي هشه قد ايه وطريه من جوه، وازاي مقاديرها مظبوطه. شوفوا هشه ازاي وطعمها خرافه. يا ريت تجربوها، هتعجبكم قوي. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس.